هذه الحفرة ستكون يوم من الأيام مكانك يا عبد الله. إنها بيتك، قصرك الذي تسكن فيه سيكون هذه الحفرة. غرفة نومك هذه المساحة التي تراها. أتريد أن ترى فراشك؟ هذا هو فراشك يا عبد الله. تريد أن ترى لحافك وغطاءك؟ هذا لحافك وهذا غطاؤك يا عبد الله. تريد أن ترى مساحة الغرفة؟ تمتع وانظر. من أنيسك؟ من جليسك؟ فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون. القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. كيف سأنام أول ليلة في هذا القبر، في هذه الحفرة المظلمة، في هذا المكان الموحش؟ من سيؤنسني؟ من سيكون جليسي يا عبد الله؟ إن كان عملك صالحا سيأتيك جليس صالح في مثل هذا المكان يؤنسك يجالسك. وجه حسن يجيء بالخير، عمرتك، حجك، قراءتك للقرآن، صلاتك، صدقتك، برك للوالدين يؤنسك هنا في هذه الحفرة. وإن كان عملك خبيثا، ترك للصلاة، عقوق للوالدين، زنا وفجور، فوجه سيء قبيح يكون جليسك في هذه الحفرة. هذه الحفرة الضيقة تضيق على بعض الناس حتى تختلف أضلاعه. يا ويله، حفرة ضيقة موحشة، فكيف إذا ضاقت؟ ومن الناس من كان صالحا يتسع هذا المكان له مد البصر ويفرش له من الجنة، يأتيه من ريحها وروحها ونعيمها. ومنهم والعياذ بالله من يوضع في هذه الحفرة فيأتيه ملك بصخرة يضرب بها رأسه، يفجر رأسه، ثم يعود فيضربه مرة أخرى. من نام عن الصلاة، ومن أكل الربا، جلس في هذه الحفرة في نهر من دم، يرمى الحجر في فمه والعياذ بالله. منهم من يكون له القبر حفرة من النار لأنه كان يأتي الزنا وأجلكم الله. هذا القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا بيتك يا عبد الله. ماذا فعلت من أجله؟ ماذا صنعت لهذه الأيام؟ هل من الآن الواحد منا استعد يؤثث هذه الغرفة بالعمل الصالح، بالدعاء، بالصدقات، بالذكر، أم أنه والعياذ بالله ضيع أيامه ولياليه؟ فكر يا عبد الله، مصيرنا هنا في هذه الحفرة المظلمة، في هذه الحفرة الضيقة. البرزخ لا بد منه، إما نعيم وإما جحيم. احرص من الآن أن تستعد. والله لو أجلست في غرفة أو صندوق مظلم دقائق ما تتحمل، كيف بحفرة مثل هذه؟ دقائق يسمع قرع النعال تأتي الديدان تهجم عليه. والله لو رأيت الميت بعد 3 أيام لا تتحمل ولا تطيق رؤية منظره. استعد لهذه الحفرة وتجهز لهذا المنزل، فإنك لا بد وساكنه. هذه هي النهاية وهذا هو المصير. إن الظلام موحش والسكون قاتل. هذا ونحن نسير بين القبور. كيف بمن يعيش فيها؟ كيف بمن يسكنها؟ كم حولي من معذب ومنعم، كم حولي من معذب يصيح ثم يصيح ثم يصيح يسمعه كل شيء إلا الجن والإنس. ولو سمع الإنس صياحهم ما دفنوا موتاهم. ومع هذا يتمنى أحدهم لو ظل في قبره ولم تقم الساعة. كم من منعم الآن في قبره
سعيد وربما يتزورون في قبورهم يتمنون قيام الساعة، يعلمون أن المصير أعظم. ماذا يتمنى أحدهم لو خرج الآن من قبره؟ هل يتمنى تقبيل أطفاله أو رؤيتهم أو يستمتع بشيء من أمواله؟ كلا وربي. يتمنى أحدهم لو خرج من قبره ليصلي ركعتين. دخل عمر بن عبد العزيز على المقبرة فنادى الأموات فقال: أيها الأموات، أيها الموت، ماذا فعلت بهم؟ فلا أحد يجيبهم. ثم بكى عمر بن عبد العزيز وخر على ركبتيه وهو يقول: أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر. أخي الكريم، أختي الفاضلة، هذا مصيرنا، هذا مقامنا، هذه نهايتنا. لا يغرنكم بالله الغرور، ولا يخدعنكم بعض أهل الدنيا والغفلة. الموت لا يفرق بين صغير ولا كبير. لنبدأ اليوم بداية صادقة بيننا وبين الله. إذا أردنا هذه القبور أن تكون على مد أبصارنا ويأتينا من روح الجنة وريحانها، علينا بركعتين آخر الليل، علينا بالصدقات، علينا بقراءة القرآن، بالذكر، بالاستغفار. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لكن عند الموت لن ينفعك شيء يا أخي الكريم. لا تسوف وتسوف وتسوف بكرة وبكرة وبكرة حتى تنتبه وإذا ملك الموت عند رأسك. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذا مصيرنا، هذه نهايتنا، هذه بيوتنا الحقيقية، هذه نهايتنا اليوم أو غدا. قد ما نرى طلوع الشمس أصلا. ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ هل استعد الواحد منا لهذه اللحظات؟ يا نفس توبي فإن الموت قد حانا، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا. وفي كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. أخي الكريم، أختي الفاضلة، كل منا يبدأ الآن صفحة جديدة بينه وبين الله. يرفع يديه إلى الله يدعوه: يا رب، يا رب اغفر لي، يا رب تب علي، فإن الله عز وجل هو الغفور الودود. أسأل الله عز وجل أن يحسن خواتيمنا وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.